جعل الله صباحكم نورا على نور، ويسر لكم برحمته كل الأمور، وضاعف لكم الحسنات والأجور، وأبعد عنكم المصائب والشرور. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده النهاردة. هعمل معاكم النهاردة الليمون المعصفر، هنعمله بطريقة سريعة وهحط له مكون كمان هيخلي لونه جميل جدا جدا. لو عندك بقى كيلو ليمون أو 2 كيلو ليمون قومي اعملوهم حالا، إن شاء الله تلحقي تاكلي منه بإذن الله في رمضان. هنبدأ بسم الله. معايا الليمون بتاعي سلقته وغيرت عليه لحد ما المرارة بتاعته خفت شوية. اختصرت الخطوة دي علشان برضو الفيديو ما يكونش طويل عليكم، وبرضو هقول لكم على الطريقة ازاي تسلقيه. بتجيبي الليمون بتاعك، تختاري الليمون يكون لونه اصفر وما يكونش مستوي، يكونش طري. الليمونة تكون كده جامدة ومتماسكة عشان ما يتهرش منك. وبتحطيه في حلة وبتغطيه بالمية، تغطيه بمية سخنة او مية باردة، مش ما فيش مشكلة. انا بختصر الوقت وبحط مية مغلية على طول عليه على طول مباشرة. اهم حاجة المية تكون مغطية كمية الليمون بتاعتك. وبعد كده بتحطيه على النار وبتحسبي من بداية الغليان 10 دقايق بالظبط، وبترفعي الليمون من على النار وبتبدأي تغيري عليه المية. كل يوم كده مرتين أو 3 أو 4 أو 5 مرات مفيش مشكلة. كل ما تغيري عليه كتير المرارة بتاعته بتروح بسرعة. أنا غيرت عليه تقريبا يوم، وفي اليوم التاني بدأت خللته لأن الليمون بتاعي ما كانش فيه مرارة كتير. طبعًا بتدوقي الليمون، كل ما بتغيّري عليه مرّة بتدوقيه، تاخدي حتّة كده صغيّرة من الليمونة بتحسّي بالمرارة بتاعة الليمون راحت أو لأ. بدأت فتّحت الليمون بتاعي كلّه زي ما أنتِ شايفة كده، بافتّحه بالمقص علشان السكينة ما تهريهوش منِّك وتخلّيه ينزّل المَيّة اللي فيه. هابدأ أعمل الخلطة بتاعتي. معايا معلقتين كبار من هريسة الشطة، أو ممكن لو عندِك فلفل طازة حراق هتحطّي قرنين أو 3 وبتضربيهم في الكبة وتنعّميهم. ده كان عندي متخزّن في الفريزر فأنا استخدمته. ومعايا كمان واحدة من البنجر صغيّرة جدًا، بتقشّريها برضه بتسلقيها. أنا برضه مخزّناه عندي في الفريزر متقشّر ومسلوق جاهز. المكون ده بيدّي لِك لون جميل جدًا، جدًا لليمون. ومعايا كمان قرن فلفل أحمر حلو. بتحطي كل ده في الكبة وبتضربيه مع معلقتين كبار من الملح. الملح طبعًا هنا دوره هيخلّي لِك الخلطة بتاعتِك ناعمة جدًا كده زي ما أنتِ شايفة. شايفين ما شاء الله لون الخلطة شكلها جميلة جدًا، جدًا وبمكونات طبيعية معانا. هنبدأ نجهّز المحلول اللي هنحطه على الليمون. باخد كده معلقتين كبار من الخلطة بتاعتي وباحطهم على كوباية مَيّة، وباكون كمان مجهّزة كوباية من عصير الليمون. باحط 3/4 كده على المَيّة وباحط بقيتها على الخلطة. ومعايا كمان كوباية إلا ربع من الملح، كوباية صغيرة اللي هي وزنها تقريبًا 200 جرام. حطيت شوية برضه على المَيّة وشوية على الخلطة، ومعلقة صغيرة من الكركم، حطيت جزء منها برضه على المَيّة وجزء على الخلطة. كده المحلول بتاعنا جاهز. باقلّبه كويس عشان أدوّب الملح وباسيبه على جنب. وبقية الخلطة بتاعتي حطيت معلقة أو معلقتين كبار من حبة البركة وكوباية من العُصفر. العُصفر ده بتجيبيه من عند العطار، بتشتري كمية. جايبة تُمن كيلو، التُمن كيلو ده خدت نُصّه. سعره مش غالي برضه، هتجيبيه من عند العطار وبتستخدميه مع الليمون الأصفر بيدّي له لون جميل جدًا. قلّبت الخلطة بتاعتي كويس وبابدأ أجيب الليمون وباحشيه بالخلطة الجميلة بتاعتنا دي. شايفين ما شاء الله لونها جميل جدًا، جدًا وبمكونات طبيعية. الكركم بيدّي لليمون لون حلو، وكمان البنجر بيدّي له لون أحمر طبيعي جميل جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله لونه جميل جدًا، جدًا. بتبدئي تحطّي في كل ليمونة شوية صغيّرين، ما تكتّريش خلطة، يعني يا دوب شوية صغيّرين خالص. وبتبدئي ترصيه في البرطمان بتاعِك. ومعايا جزراية باشراها، جزرة واحدة بس بتبشريها وبتحطّي كده مع بين كل راق وراق شوية صغيّرين من بشر الجزر. الجزر فيه السُكّر بتاعه بيسحب برضه لو في أي مرارة في الليمون، بيسرّع برضه إن الليمون بتاعِك يسكّر بسرعة. خلّصت الكمية كلّها كده بالشكل ده وحطيتها في البرطمان. أنا كنت عاملة 2 كيلو ليمون، وبابدأ أزوّده بالمَيّة اللي إحنا عاملينها. شايفين ما شاء الله لونها جميل جدًا. بتغطّي الليمون بتاعِك بالمَيّة اللي إحنا عاملينها. تضغطي على الليمون كده بحيث إن أنتِ تتأكدي إن كل المَيّة مغطياه. وبتزوّدي في الآخر خالص طبقة كده، بتحطّي تقريبًا كده سنتي أو 2 سنتي من الزيت. تعملي طبقة من الزيت علشان تحافظي على الليمون بتاعِك ما يحصلّوش أي حاجة. وبتقفلي عليه
وبتسيبيه لمدة 7 أيام وبتفتحي عليه ما شاء الله طعمه جميل جدًا، جدًا ومستوي وما فيش فيه مرارة ولا أي حاجة، تاكلوا إن شاء الله بألف هنا وشفا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واسيبكم في أمان الله واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.